ازيكم يا احلى اوتاكو في الدنيا؟ بنكمل معاكم ملخصنا المعتاد عن اتنا التختوخ القلبوز الكسول ساكاموتو. ولو ما تعرفوش يبقى ارجع شوف الملخصات اللي فاتت، هتلاقي الرابط في الوصف وفي التعليق المثبت كمان. وكالعاده مسابقه ال6000 لايك اللي مش محتاج افكركم بيها، وكل سنه وكل متابعينا المسلمين بخير بمناسبه الشهر الكريم. وقبل ما نبدا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نكمل. وبنشوف جماعتنا المحتسين وهم مش عارفين يتصرفوا ازاي قدام وتانج اللي عمال يكسب في اللعب، وقال لهم اوعوا تستخفوا بالمافيا ابدا، احنا اذكى منكم بكتير وما بنخاطرش بنفسنا علشان شويه حظ ونشوفوا كده يعني. ساكاموتو قال على فكره والمغتالين برضو نفس النظام. وتانج قال له طب ما يلا وروني شطارتكم بقى في اللعب. شين راح يجرب حظه ولسه بيقعد ويقول يا هادي، لا كل اللعيبه اللي معاه عمالين يقولوا في سرهم الواد ده جديد هنا، اول مره نشوفه، كويس يبقى هيتغلب بسهوله. وزعوا الكروت وتشين لسه بيفهم طريقه اللعب. تشاو دخلت عليه وقالت له ايه الاخبار، عرفت الدنيا ماشيه ازاي؟ قال لا لا مش فاهم حاجه ومش عارف الاقي قواعد اللعب على النت عشان خدوا مننا تليفونات. قالت له بقول لك ايه، هات الورق انا هلعب مكانك. وقعدوا يشدوا من بعض الكروت لحد لما وقعت منهم على الارض وبقت مكشوفه. احسن تستاهلوا عشان تبطلوا شغل العيال ده. وطبعا جده اللي قاعد جنبه وبعيون القناصه بتاعته لقط ان الورق اللي وقع منه على الارض وطالع معاه واحد وملك. وراح وشوش اللي جنبه وقال له ما تقلقش انا هضحك عليه بكلمتين واخليه يخسر. اه منك انت عجوز يا اللي مش سهل. ولف لتشين وقال له للاسف يا ابني مش هتعرف تكسب الورق اللي معاك ده. الراجل التاني قال له بس برضه لو عاوز تلعب مش هنوقفك يعني. تشين قال لهم هتشتغلوني يا اولاد اللذينه؟ لا على راي عيسى الوزان يلا بينا. ونروح لساكاموتو اللي بيلعب هو كمان مع مجموعه من الناس وراهن بكل فلوسه على اللون الاحمر. والجرسون اللي واقف على اللعبه الف سره هو ده التختوخ اللي كان وتانج بيتكلم عنه. ما يعرفش اني معايا زرار اقدر بيه اوقف الكوره واكسب اللي انا عاوزه. يعني بتلعبوا قمار ورهانات وكمان بتسرقوا الناس، ده انتوا هتروحوا النار حتف. وفعلا الجرسون وقف الكوره على اللون الاسود عشان يخسره، لان ساكاموتو كان في ايده عمله ورماها على الترس خلاه يلف تاني، ووقفوا على اللون الاحمر علشان يكسب. يلا غش بغش بقى جدع ساكاموتو. وبكده كسب ضعف الفلوس اللي معاه ومن اول دور. او التختوخ ده علم عليكم كلكم. وجه واحد وشوش وتانج وقال له الجماعه دول عمالين يكسبوا، لا يكونوا بيعملوا خدعه ولا حاجه يا زعيم. قال له سيبهم يلعبوا انا اللي هكسب اكيد يا عم. طب قدم المشيه الاول. وبعدها قعد يفتكر لما كانوا العيال بيضربوه وهو صغير وبيقولوا له انت فاكر نفسك هتفلح عشان ذكي؟ هتفضل فاشل وضعيف زي ما انت، كل عيلتنا اقوياء يعني انت مش من عيلتنا. بس تشاو راحت ضربهم كلهم وبعدتهم عنه وهي اساسا عندها 8 سنين وهو عنده 11 سنه. والعيال اصلا لما عرفوا انها بنت الزعيم خافوا منها وجريوا بسرعه. وسالته انت كويس؟ وطلعوا قعدوا سوا على سقف عماره وعرفت انه قريبها من بعيد. وقالت له اصل عيلتنا كبيره قوي صعب اعرفها واعرف كل قرايبنا يعني، بس انت ليه سبت العيال دي تضربك؟ وتنجأ لها على فكره مش لازم اضربهم عشان ادافع عن نفسي، ممكن اشتكيهم بعدين المنظمه وهي تعاقبهم يعني. وخلص كلامه وهو حاسس انها اكيد دلوقتي شايفاه جبان، بس اتفاجئ انها قالت له اكيد انت ذكي جدا، بابا قال لي ان كل واحد عنده سلاحه الخاص بيه ومش لازم اسلحتنا تبقى شبه بعض، يبقى اكيد انت ذكائك هو سلاحك. وقال دي كانت اول مره حد يمدحني فيها اساسا. وقرر من ساعتها انه يرفع مكانته بذكائه واسلوبه عشان يكون جنب تشاو ولما تحتاجه يرد لها جميلها ويحميها. وقال بعد ما كبرت بقوا مسميني عقل المنظمه. ماشي يا عم اديك اتظبطت اهو. وبعد ما خلصوا لعب كلهم كانت عملات ساكاموتو وتشين قد عملات وتانج بالظبط، متعادلين يعني والله. وعملوها الرجاله وكسبوا تانج ابن بلدهم. وساكاموتو قال له تمام كده يا حاج خلاص نمشي بقى. وتانج قال له استنى يا عم الحاج لسه ما قلناش مين اللي كسب. جه واحد وشوش وتانج وقال له ما تيجي نضربهم بالمسدسات او بسهم مسموم ونخلص بقى منهم يا زعيم، انت واجع راسك معاهم ليه؟ قال له لا 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 مش لازم، امشي انت بس. ولف لساكاموتو وقال له خلينا نحسب الموضوع بدور استيميشن. ساكاموتو قال له بس انا ما اعرفش بتتلعب ازاي ولا اعرف قواعدها. يا عم عرفتني بقى انت ما تعرفش قواعد اي حاجه خالص كده. تشين قال له انا كمان ما اعرفهاش على فكره. وتانج قال لهم يخرب بيت الغباء، طيب في لعبه واحده بس تعرفوا بتتلعب ازاي؟ تشاو قالت له انا عارفه لعبه كويس وسهله ممكن يلعبوها. وقعدوا كلهم يلعبوا لعبه الجوكر او واحنا بنقول عليها الشايب يعني، جدع بيت شاو. طبعا تشين عارفها وساكاموتو بيلعبها كل شويه مع
عيلته. بس وتانج مش عاجباه اللعبه وقال لهم مش هينفع نلعب 3 ضد 1، علشان كده جبت 2 لعيبه كمان علشان نبقى فريقين، اللعيب اللي هيخسر من اي فريق يبقى فريق هو اللي خسران. وتشين مقتنع انهم اكيد هيكسبوا لانه هيقدر يقرا افكارهم، وبداوا يلعبوا. تشين بدا يشوف انهي واحد معاه الجوكر وقال انا هشوف مين اكتر واحد متوتر واكيد هو اللي هيبقى معاه الورقه. بس كالعاده بتطلع تشاو هي اللي معاها الورقه وماسكه دموعها بالعافيه، الله يخرب بيتك هتبوظي كل حاجه. قال لها انت برضه، وتانج قال لها انا هساعدك ما تقلقيش من حاجه. وقعد يدور ويفهم من تعبير وشها هو عند الورقه صح ولا لا. وفي الاخر خد الجوكر ليه وقال لها كده بقت عندي يا ستي ولا يهمك. طبعا تشين متغاظ علشان اللعبه ما تتلعبش كده، لا هو هنبتديها بقى تظبيط بقى ومحسوبيه، يبقى نقوم نمشي احسن يا جماعه. وتانج قال لتشين دورك يا نجم اختار ورقه. تشين قال كويس انا هقرا افكاره وهعرف الورقه الصح بكل سهوله. بس وتانج فضل يفكر في كلام عشان تشين يقراه بعيد عن اللعب وقال له انت بتقرا الافكار مش كده؟ طبعا تشين اتصدم، هو عرف ازاي؟ وتانج قال له بص مش هتعرف تقرا افكاري لان عندي 3 طبقات لتفكيري. وقال له اسحب يلا بقى يلا وريني هتتوقع صح ولا هنخسر. تشين قال ده تلاقيه بيخوفني بس عشان يوترني. وجه يقرا افكاره من كتر المعلومات اللي في دماغه الواد دماغه سخنت ونزف من مناخيره واغمى عليه. يخرب بيتك يا توانج عملت ايه في الواد؟ وقال له زي ما توقعت قريت افكار الدرجه الاولى من عقلي بس. نهار ابيض، امال التانيه والتالته فيها ايه بالظبط؟ وبكده تشين طلع بره الجيم وانسحب. ورجعوا يلعبوا وجه دور ساكاموتو يسحب من اللعيب تبع وتانج، بس ساكاموتو مش راضي يسحب. الواد زهق وقعد يقول له ما تخلص بقى يا عم زهقتنا معاك احنا هنبات هنا ولا ايه؟ يسحب. وهو بيبرطم كده راح ساكاموتو سحب كارت بسرعه واللي طلع هو الجوكر، وراح مرجعه تاني بسرعه رهيبه واخد كارت تانيه في ثانيه الا ثانيه. بس طبعا هو تانج خد باله وقال له هنغش تاني هتطلع بره اللعبه يا عم التختوخ. وقعدوا يلعبوا لحد لما الكل طلع بره وفضل ساكاموتو وتانج فقط. وتانج قال له دلوقتي ههزمك يا مكلبز الكلابيز انت، تعابير وشك البارده دي تقدر تخدع الناس بس مش كفايه انها تخدعني انا. وقام عشان يسحب الورقه التانيه ويسيب الجوكر لساكاموتو. قال له انت شكلك عمال تبص على الكارت ده، واللي كان كارت هو الجوكر فعلا. ساكاموتو قال له طب اسحب يا عم وخلصنا بقى. وتانج قال له وقعتك يا حلو، وراح حاطط ايده على الكارت التاني وجه يسحب. راح ساكاموتو قافش في الكارت ومش عايز يسيبه. طبعا ساكاموتو قوي جدا وتانج ضعيف، جرب بكل قوته يسحبه منه بس ما قدرش ياخد ولا حتى يحركه. وفجأة في ثانية ساكاموتو بدل الكروت في ايده وتانج اتقلب بالكارت وكان فرحان انه كسب. بس لما بص لقى الكارت اللي سحبه هو الجوكر. قال له ربنا انت بتخم يا عم ساكاموتو، ايه شغل العيال ده؟ ساكاموتو قال له ده دوري بقى يا نجم. بس رجاله وتانج دخلوا عليه بمسدساتهم وتانج قال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ راح واحد لافف بمسدسه عليه وقال له احنا جينا اليابان بسببك وعشان افكارك، احنا اتبهدلنا قوي، ده احنا المافيا يعني اللي نعوزه ناخدوه. ساكاموتو سأله هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ شاو قالت له محدش فيهم بيطيقه. راح وتانج قايل واضح اني فشلت تاني وهموت دلوقتي. ساكاموتو قال له يا خيبه بسهوله كده استسلمت؟ طب حتى قاوم ولا قاتل قدام اللي بتحبها وكنت عايز تحميها مننا. وتانج قال معاك حق، وافتكر تشجيع عليه وهم صغيرين وقال صحيح انا عندي سلاحي الخاص بيا. وقال لساكاموتو اطلع انت من الموضوع ده ساكاموتو، انا اتصرفت وكنت عامل حسابي على خيانتهم ليا، انا ظبطت مسدساتهم لو حد فيهم فكر يضرب نار الطلقه هترد فيه وتفجر دماغهم. العصابه كلها اتخضت ونزلت مسدساتها. قال لهم فاكرني ما خدتش بالي من خيانتكم وشويه صيع؟ وقال لساكاموتو الباقي عليك بقى يا معلم. وساكاموتو طبعا قام بالواجب وكسر رقبه 2، وشاو ادت واحد بالرجل وساكاموتو نزل فيهم ضرب وطحن ورمي. وشاو مسكهم زي عصيان الايس كريم تاكل وترمي على طول. وساكاموتو مسك كور البلياردو ورماهم بيها لحد لما خلصوا عليهم كلهم. واخر واحد منهم مساعد وتانج اللي ثبته في مكانه وقال له انا كدبت عليك واسك اخواتك. ولف لساكاموتو وقال انا خسرت اللعبه وما عرفتش احمي الرئيسه بتاعتنا، واضح اني مش هقدر احميها بعدين برضه. ساكاموتو قال له من ناحيه هتقدر بعدين ولا مش هتقدر انا معرفش، بس انا فاهم كويس قوي انك حابب تحمي حد عزيز عليك ودي حاجه كويسه بالنسبه لي. وتانج قال له بالظبط. ورجعوا المحل وتانج قال لساكاموتو زي ما وعدتك هديك معلومات عن اللي حط الجايزه على قتلك. وقبل ما يكمل لقى ساكاموتو قاعد بيقرا الجورنان ولا على باله. قال له هو في حد هنا اصلا سامعني؟ تشاو قالت له انا سامعاك بس ممكن تشتغل وانت بتتكلم، ورانا شغل كتير متكوم علينا اصلا بسبب حضرتك يعني. وتريهم
شغّلوه معاهم في السوبر ماركت، ده على نهاية موسم الأنمي مش هيبقى في مكان في السوبر ماركت يا جماعة للزباين يعني والّا إيه؟ كل الناس بتشتغل فيه، كل حلقة ياخدوا واحد ويشغّلوه معاهم، وتشين قال له: "بس المريالة حلوة عليك وهتاكل منّك حتّة." قال له: "بس بقى عشان أنا مش مصدّق أساسًا إنكم خلّيتوا مستشار المافيا يشتغل في السوبر ماركت يعني." "والله يا حاج والله إحنا كمان مصدّقين، بس مُخرج الأنمي عايز كده." المهم قال لساكاموتو: "سمعت عن شخص اسمه سلور، ده الراجل اللي بيقتل القتلة والمغتالين." كلامه لفت انتباه ساكاموتو، قال له: "آه، سمعت عنه، بقى هو ده بقى؟" قال له: "أكيد هو ده اللي حاط الجايزة عليك." تشين قال له: "طب ما إحنا عارفين ده من الأول أصلًا، إيه الجديد يعني؟" شاو قالت له: "حد يعرف اسمه الحقيقي أو هو فين؟" قال لها: "للأسف ما حدش عنده معلومة مفيدة عن مواصفات سلور ده خالص." تشين قال له: "أنت أكيد بتهزر معايا." وشاو قالت له وهي بتبتدي تعصب: "أمال إحنا اتقاتلنا على إيه؟" ساكاموتو قال: "يا سلام على تضييع الوقت." وتانج اتعصب وقال له: "لسه ما خلصتش كلامي، الراجل ده غامض بشكل مرعب بس أنا قدرت أوصل لطرف خيط." تشين قال له: "قصدك إيه؟" قال لهم: "في 4 مساجين اتقتلوا وهم أصلًا كان محكوم عليهم بالإعدام، واتكتب حرف الإكس على الحيطة بدمهم." تشين قال له: "ده معناه إن سلور هو اللي قتلهم." تشاو قالت له: "بس هو ليه هيعمل كده؟" وتانج قال لهم: "ليّا معارف بيتعاملوا دايمًا مع الجثث، قالوا لي إن في الفترة الأخيرة لقوا عدد جثث كبير جدًا في اليابان، منها اللي لقوه مخرّم، ومنها اللي لقوه جلده كله مسلوخ، ومنهم اللي كان جسمه متقطّع لكذا حتّة، ومنهم اللي جسمه كله اتعجن في بعضه واتشكِّل منه كورة صغيّرة." تشاو طبعًا كانت قرفانة وتشين قال له: "إيه علاقة ده بموضوعنا يا جدع أنت؟" قال له: "كل دول اتقتلوا بنفس طريقة المساجين ال4 المحكوم عليهم بالإعدام." ساكاموتو قال له: "أكيد المساجين دول زيّفوا موتهم وهربوا من السجن ومستخبيين دلوقتي في اليابان." قال له: "بالضبط." وفعلًا بنروح نشوف ال4 مساجين اللي هربوا واللي كانوا بيتكلموا عليهم وهُم قاعدين في كافيه بعد ما وصلوا لليابان. واحدة منهم اسمها دامب ودي حالتها حالة وعدد ضحاياها ياما. تاني واحد اسمه ساو تقريبًا زي حالة الأخت الأولانية. تالت واحد اسمه أبارت وده بقى متفوق على الاتنين في عدد الناس اللي قتلهم. وآخر واحد هو ماليست. ودامب دي قالت لهم: "ها هنعمل إيه دلوقتي؟" ساو قال لها: "هنستنى، خلّينا نقرا مجلات لحد لمّا ييجي بسلامته." وأبارت عمّال ينقّي المخلل من البرجر بتاعه عشان ما بيحبهوش يعني. راح ماليست واخده وهرسه بإيده ومفعصه وطلّعوا كورة بنفس شكل الكورة اللي اتشكِّلت بيها الجثة إياها. وبنشوف إن كاشيما جه لهم، هو الراجل بقى مش عايز يموت أبدًا. قالوا له: "أنت بقى الراجل الطيب اللي أنقذنا من الإعدام." قال لهم: "شكرًا إنكم جيتوا كل الطريق ده، بس الريس بتاعي هو اللي أنقذكم دلوقتي، يالّا نبدأ الشغل." وبيطلّع قايمة فيها ناجومو وساكاموتو وتشين وتشاو، وقال لهم: "عاوزكم تقتلوا ال4 اللي في القايمة دول." دامب قالت له: "مين دول؟" قال لها: "دول ناس خطيرة وبيهددوا منظمتنا." ساو قال له: "يعني عايز تفهمني إن الراجل التختوخ ده خطر عليكم؟" كاشيما قال لهم: "ما انصحكوش تستخفوا بيهم ولا تتساهلوا معاهم وأنتم بتتعاملوا مع أي حد فيهم، وإلا ممكن يكون التمن هو حياتكم." ماليست قال له: "وأنت فاكرنا هنموت على إيد عم قلبز ده يعني وأصحابه والّا إيه؟ أنت بتهِنّا يعني والّا إيه يا عم الحاج؟" ومسك الترابيزة وقعد يتنيها ويكعبر فيها لحد لمّا كوّرها ورماها وقال له: "هيكونوا ميتين قبل الشهر ده ما يخلص." مات الكلام. "وبعدها ابقى هات لنا القايمة اللي بعدها." ده أنت داخل على أيام بيضا ساكاموتو. وكمّل وقال له: "لو ما فيش قايمة تاني هنتمشى في اليابان ونقتل أي حد نقابله." ومشيوا وسابوه. وبنرجع لأوتانج اللي خد مرتبه من بعد ما عرف إن المساجين لسه عايشين وجُم على اليابان، وقال لهم: "كنت عاوز أنقذ الرئيسة من هنا قبل الوقت ما يفوت، بس أحسن لكم أنتم ال3 تهربوا قبل ما يلاقوكم." ساكاموتو قال: "ده معناه إننا لو قابلنا ال4 دول ممكن نوصل لسلور ده." تشين قال له: "عندك حق، لازم نلاقيهم قبل ما الأوردر يلاقوهم." وتانج واقف مبلم. تشاو قالت: "وأنا هاكلم هيوسكي وأقول له." وتانج قال لهم: "أنتم ما سمعتوش اللي قُلته من شوية والّا إيه؟ باقول لكم قتلة مجانين وما حدش قدر يُقف قدّامهم قبل كده، دول ناس متخلفين يا جماعة، ومختلفين عن أي قتلة في المافيا أو شُفتوهم قبل كده، غلطة واحدة وكلكم هتموتوا." ساكاموتو قال له: "لو كانوا فعلًا زي ما بتقول كده فده سبب تاني يخلّينا نهتم بالموضوع." وبس كده يا أحلى أساطير، خلص الموسم الأول من حكاية ساكاموتو. شكل اللي جاي دمار وقتال من نار مع ساكاموتو وجماعته. معلش أنا عارف إن الموسم انتهى على حتة جامدة، بس هنستنى سوا الموسم الجديد اللي هينزل عن قريب إن شاء الله. اتأكد بس إنك مشترك في القناة علشان تتابع كل جديد هينزل إن شاء الله، وتشوف باقي الملخصات اللي جاية علشان هتكون آخر جمدان. ونشوفكم على خير في ملخص جديد. وختاما نختم ملخصنا بالصلاة على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. سلام.